جالسين بجوجنا كنتسناو يصوني التليفون ديالي، يقولوا بلي لقاو شي حاجه في الارض عاوتاني. ريحنا كنتغداو وسولاتني واش ديك الماكينه كانت كتصوني فوق الخنشه. قلت لها علاش؟ قالت لي راه يقدر يكون داكشي معاه في الخنشه. واش ما فكرتيش تقلب شنو فيها؟ قلت لها منيتك، واش عرفتي الريحه كيفاش دايره؟ راه مع حليت الخنشه تخنقت، واصلا الوالد ما كانش غادي يخلي تما شي حاجه. مالو حمق؟ قالت لي حمق. واش كاين شي واحد بعقلو غادي يقتل مراته ويربي ولدهم بحال ما واقع والو؟ والله اعلم شكون هذاك اللي تما ولا هذيك، يمكن تزوج بها وتا هي قتلها، كلشي ممكن. راه 100% مخلي داكشي تما. الليله غادي نرجعوا دابا عارفين البلاصه، ما غاديش نتعطلوا في التقلاب، وانا غادي نعاونك. عارفك انك ما تخلينيش نحط يدي في داكشي، ولكن راه غادي نعاونك. قلت لها الله يا ودي، ماشي غير غادي تعاونيني، راه انت اللي غادي تحفري وديري كلشي. انا غنطلع للدار والناس، ولا عندي معايا مانطا ونجلس حداك نونسك. ما تيقش بلي بصح غادي نرجعوا لتما في بلاصه ما نحمدوا الله ونبيعوا داكشي ونتفكوا. باقي تنقلبوا ورا داكشي نهار كامل وهي كتجبد وكتحط في الحوايج. هاد السروال عزيز عليا ما نقدرش نوسخو، هذا يلاه خديتو، هذا غالي شويه. دارت حتى دارت ومشات لحوايجي. تعشينا وخرجنا غاديين داويين وكطلف بيا حفر نتا. وصلنا وبقينا جالسين كنتسناو حتى خوات الدنيا. واخا ديك البلاصه مقطوعه فيها الرجل، ولكن ما نخاطروش. وديك الليله كان واحد الظلام بزاف، يديك وما غاديش يبانوا ليك، والبرد حتى هو زايد ناقصه. وصلت ديك الوحده ونص وقلت لها صافي يلاه نمشيو. درت ليها الفلاش من التليفون وقلت لها حفري هنا. بدات كتبعكك عليا بحال كتهز كسكسو، كتكمش في الارض وكتلوح ليه. بقيت كنضحك حتى دارت ليا الغدايد. قلت لها غير شدي البيل وهنينا. وصلت لديك الخنشه بالزربه، حيت الارض ما كانتش قاصحه، حفرتها غير البارح. ديك الريحه عاوتاني غير شماتها وهي تما هاربه. شديتها من حوايجها وقلت لها جا بنت الناس، واش تدخل الحمام بحال خروجو؟ فين هي ديك الهضره ديال اللي كنتي كتقولي وقلتي غادي تقصحي قلبك واجي قلبي معايا؟ بقات واقفه بعيد وكتباكك عليا وانا اللي كنقلب. حليت ديك الخنشه وهي طلع عاوتاني ديك الريحه، حتى هي ولات كتقول لي غير سدا ويلاه نمشيو فحالنا. ولكن قبل ما نسدا، بعدا انا من الشوفه ديال العين كيبان ليا راجل حوايجو وكلشي. قلت لها صافي غادي نرجعو، غادي تكون غير الصمده ديالو ولا شي خاتم. رجعتو بالزربه، ولكن ضربت يدي في جيبو تنقلب لقيت بسطام. خرجتو عاود سديت الخنشه ورجعت داكشي كيف ما كان. قديت البلاصه بحال ديال البارح. تحركنا ودخلنا للدار. غير دخلنا وهي بدات تبوح، ما قداش على شي حاجه وكترطا. قالت لي بقى تشفى، انت اصلا راه قلبك ميت كثر من بواك. خليتها ومشيت غسلت داك البسطام. خاصو يتسلق في جافيل، يلاه تقدر تحلو، ومع ذلك حليته. بغيت نعرف شكون هذاك وشنو دار الوالد. حليت البسطام ولقيت فيه بيرمي ولاكارت واحد شويه ديال الفلوس. حليت واحد الجيب وانا لقى فيه بريزرفاتيف. مع شفتو جزء من الثانيه فهمت البلان. ما عرفتش علاش جاتني الضحكه، بقيت كنضحك غير بوحدي حتى جات عندي وسادة نيفه. قالت لي شنو جبتي معاك؟ وريتها وقلت لها عقلتي فاش قال لنا صاحب الوالد بلي كانت كتخليه يخرج وكتجيب شي واحد؟ احنا اليوم لقينا داك الواحد. قالت لي راه ماشي غير هز معاه داكشي في بسطامو، راه جاي ناوي يدير شي حاجه، راه تقريبا كلشي كيهز معاه داكشي. قلت لها صافي غير حبسي فهمها كيف ما بغيتي، المهم انا دابا ارتاحيت. يلا نمشيو للدار بحالنا دغيا، حسن ما يطرنا داك البلان ديال ما شافوهمش هما تيشفروا، ولكن شافوهم هما تيقسموا. تحركنا وعيات معايا باش نلوح داك البسطام حيت ريحته كانت خايبه. قلت لها ما نقدرش، خاصو يتحرك، واش بغيتي يلقى شي واحد؟ وصلنا للدار ودخلت هي تدوش. دورت وانا في بلاصتيكا مزيان، دوبلتها ورشيت عليه الريحه باش ما تعاودش تخرج. ما عرفتش علاش قال لي راسي ما نلوحوش وما نحرقوش، لحتو تحت الناموسيه ديالي باش ما تشوفوش. خرجات لقاتني شاد كتوباتي. قلت لها غدا غادي توصليني لليسي، راه شحال هادي ما مشيتش، نيت باش نعرف امتى الفروض غادي يكونوا. قالت لي واخا ودخلت الناس. بقيت جالس وكنفكر في السيناريو كيفاش توقع. واش الوالد لقاهم بزوج وقتلهم وهو كلشي كيشهد ليه بالصحه وانه عصابي ما كيبقاش عاقل على راسو، وما يقدرش يخلي البوليس يعرفوا حيت غادي يدخل الحبس وغادي يخليني بوحدي ديك الساعه. تبدلات الشوفه ديالي للوالد. تاني اي واحد في ديك الساعه شنو كان غادي يقدر يدير؟ ولكن الرجال اللي بحال الوالد واخا يتحط في داك الموقف 1000 مره، النهايه ديالو غادي تكون وحيده ومستحيل تكون شي حاجه اخرى. ما بغاش يديني الناس حتى للصباح. فاقت ولقاتني مازال جالس في بلاصتي، بقات داويه معايا باش ندير عقلي ونقابل صحتي. مات اللي مات وانا اللي مازال عايش، واش بغيت نلحق عليهم؟ قالت لي واش ما تمشيش الليسي؟ قلت لها لا غادي نمشي، ما بغيتش يضيع لي العام. فطرنا وبدلنا وخرجنا غاديين وداويه معايا ديك الهضره ديال غادي تبدا تمشي عند الطبيب النفساني. حتى وصلنا، دخلت وكلشي كيشوف فيا.
غبرت كيصحاب ليهم ما غاديش نعاود نرجع. كنتسنى غير شي واحد يلوح ليا شي كلمه ولا يقول شي حاجه ماشي هي هذيك، غادي تكون هذيك هي النقطه اللي غادي تفيض الكاس. غادي نعيبو هانيا تطرد موراها، بعدا غادي نخلي ليهم درس ونبرد هاد الغمه اللي في قلبي. بقيت ندخل عند كل استاذ بوحدو، كنسولو على الوقت اللي غادي يدوز ليهم فيه الفروض، حتى شقات ليا ندخل معاهم لواحد الحصه. ريحت اللور وما جا عندي حتى شي واحد، جات عندي الا واحد البنت دوك النضيضرات الا باقا عاقلين عليها بحال ما واقع والو. قالت لي السلام، ما رديتش عليها، حركت راسي ما عاوداش نطقات حتى سالات الحصه. خارج للزنقه نمشي للدار وهي تباني، قالت لي واش بخير؟ حركت راسي وقلت لها زعما وي. قالت لي دوي معايا ما كنت قطع عليك اللسان. قلت لها غادي نخرج ونمشي نكمل حياتي عادي، عجبني الروتين اللي مشيت بيه هاد الايام، ولكن لابد يخرج لك شي واحد في طريقك. المهم ديت معاها وجبت الهضره، وعداتني باش غتبقى تجيب لي الدفاتر باش ناخذ منهم الدروس، وبصح نيت نتعاونوا باش ما نضيعش هاد العام هذا. ديك الساعه فكرت نور الدين، شحال هادي ما مشيتو وشحال هادي ما مشيت عنده. شديت الطريق غادي لعندو وما عرفتش كيفاش دازت، حيت الطريق كامله وانا كنفكر كيفاش كنت ساكن في الدار في العروبيه، وكيفاش جيت لعندو هو للبيت، وشوف دابا فين ساكن. الوقت كيدوز طاير. ما تندق وهي تحل ليا ديك الشيرتو الاندونيسيه. اخيرا شفتها ما كضحكش، من نهار عقلت عليها. بعدا هي ضاحكه، وليت شاك بانه نور الدين مات ولا طرات ليه شي حاجه خايبه. قلت لها فين هو؟ قالت لي راه هو في الصالون. دخلت حتى وقفت عليه، صدمتو. بقينا داويين في بزاف ديال المواضيع، وانا نقول ليه شفت خيتي ما بقاتش كضحك، شنو واقع؟ قال لي راه من نهار تزوجنا وهي تجمع الضحك، حتى انا ما بقيتش فاهم والو. بقينا غير بزوج في الدار، صيفط الدراري قلبوا على راسهم في بلاصه اخرى. المهم جبت الاخبار ديال هاد السيد، رجعت للدار وكان وجدت شي لعيبه ناكلوها، زعما نصدمها. واقف في الكوزينه وما تنعرف ندير حتى شي حاجه من غير البيض ومطيشه، ولكن راني كنصرعو. تعطلات خالتي ولكن جابتها قد مع وقيت العشاء. دخلت مع ديك بنت الناس الوحش، جالسين تياكلو تيسولو كيفاش درت ليها. نساو بانني كنت عايش غير مع الوالد، حياتي كامله كناكل غير البيض ومطيشه. الناس عندهم في الدم الكريات الحمراء والبيضاء، انا عندي البيض ومطيشه. بقيت خالقه معاهم حتى صونا ليا التليفون، داك خونا اللي عايشري من عندي الارض. جاوبتو قال لي غدا ان شاء الله غادي نقادو كلشي وتاخذ فلوسك. قطع عليا، وليت غير ضحك على ابسط الحوايج. في الليل خديت الدواء ديالي وحطيت راسي. الليله كلها كنشوف الوالد ديالي لابس البيض الفوق والتحت، جالس فوق واحد العود وجاي قاصدني. ضربتني الفيقه وهو مازال ما وصل، ولكن وصل الصباح. بغيت نرجع نعس نشوف ويلا وصل نكمل الحلمه، حيت عارف راسي غادي يبقى دارني، ولكن ما جانيش النعاس. مشيت كنفطر وبالي مشغول، تنكمل الحلم في دماغي، تنتخيلو بنهايه زوينه. يعنقني يقول لي اسمح لي على داكشي اللي درت ليك، وديك الساعه يمشي. وصلتني الخويله الليسي، دخلت ودوزت الصباح عادي. ساليت ومشيت للدار، بدلت حوايجي وبقيت كنتسنى خالتي حتى جات. قدينا مسائلنا وحنا نتحركوا لعند خونا. مشينا لعند الموثق وقدينا دوك الوراق. قال لي داك الموثق باللي الفلوس غادي نبقاو عنده شويه عاد غيدوزهم ليا الحساب ديالي، وحتى هو ما غاديش ياخذ الوراق دابا حتى يكمل خدمته. المهم مد ليه الشيك وخرجوا هما. خرجنا حتى حنا ولقيتو كيتسنى فيا على برا. مد لي الشيك الاخر فيه الكموله ديال داكشي اللي ما غاديش يطلع في الوراق. طلعنا في الطوموبيل تحركنا انا وخالتي، وكطل وراها وكنسولها مالك. قالت لي واش عرفتي شحال هز معاك؟ ما عرفتيش بان شي واحد ولا هما نيت يتبعونا. بقينا الطريق كلها وتنضحكوا انا وياها، اصلا ولا طراشق عليا. فاش شفت الشيك وما قديش نقرا داك الرقم. وصلنا للدار وجات عندي ديك بنت الناس الوحش، جراتني لاصال وبقات مطلعه عليا. ويعاود يصوني ليا خونا، ما عرفتش علاش زعما يا قضينا الغرض. قال لي واش صرفتي رزقك؟ قلت ليه لا مازال. قال لي صافي وقت ما بغيتي تصرفوا سير صرفوا، الله يدخلهم عليك بالصحه والعافيه. بقات يدعى معايا وقال لي ما تغبرش. المهم السيد باغي يتعاشر معايا وصافي. الصراحه هو من النوع اللي يتعاشر معاه، عنده معارف وعنده فلوس، وعادي يمكن غادي يبنيو شي دار قريبه للدار ديالنا، يعني غادي نوليو جيران. بقيت جار معاه في الهضره وقلت ليه بصح خاصنا نديرو شي قهوه، عطيتو حقه في الصواب. وصل ليل ودخلت الناس، نفس الحلم، الوالد نفس اللباس ديال البارح وفوق العود عاوتاني، بحال كنتفرج في شي فيديو ما كيسالي حتى كنفيق الصباح. جالسين كنفطروا وانا نقول لها كيفاش البلان ديال الطبيب نفساني، واش قريب؟ تصدمات هي وقالت لي واش بصح بغيتي تمشي عنده؟ غنوصلك عنده في طريقي دابا. وصلاتني في طريقها ودخلاتني، مشات هي، بقيت جالس كنتسنى حتى وصلت النوبه ديالي. دخلت عنده وكان داكشي بحال ديال الافلام، كنشوف داك الطبيب مشاكك بحال دوك المسطيين اللي كاينين في الزنقه.
سلم عليا بحال كيعرفني من شحال هادي. قال لي نتكا في داك الكرسي العجيب ودرت ليه خاطره. جالس وكنشوف فيه كنتسنى يدير شي لعيبه ولا يقول شي حاجه. جبد واحد الدفتر وقال لي بدا دوي. شنو غادي نقول؟ قال لي راك عارف اللي جاي، داكشي اللي طاح ليك في بالك قولوا لي. بقيت تنعاود ليه على بلان ديال الوالد والوالده وهو كيكتب، ما عرف شنو كيكتب. عاودت ليه حتى على البلان ديال اللي تيوقع ليا فاش كنعس الحلم. سد الكتاب وديك ديالو بدا كيهضر وكيقتبس من الكتوبه والاحاديث. ما نعرف داك الدماغ عنده شحال من جيكا. انا شاد غير النص في داكشي اللي قال لي غادي تحرق ليا الديسك ديال. نختصروا قال لي بانه كنحس براسي انا هو السبب ديال الموت ديال الاب ديالي، والضمير ديالي كيدير هكا باش يأنبني. قال لي غادي تبقى تجي عندي 2 مرات في السيمانه، غادي ندويو كثر. دابا كاينين الناس كيتسناو، غادي نقاد لك وقت فين غادي تبقى تجي عندي. خرجت من عنده ما كيسكتش من الهضره حتى ضرني راسي. اصلا ديك الهضره اللي قال لي انا عارفه هذه اول مره واخر مره غادي ندخل عنده. رجعت للدار وغادي نكمل حياتي، حيت اصلا حياتي مزيان، واصلا حاجه مزيانه نبقى نشوف الوالد باش ما ننساش. ناعس اللهم الوالد ولا الظلام. مشينا صرفنا داك الشيك ودوزناه نيشان للحساب ديالي. عرفتي غير كتشوف الكونط ديالك فيه اكثر من 5 ديال الاصفار كيبداو يبانوا لك بزاف ديال الحوايج ناقصينك وما غاديش تعيش بلا بيهم. كيفاش كنتي عايش قبل الله اعلم. الصراحه تقريبا ما تبدل والو. خالتي ما كتخليني ناخذ حتى شي حاجه للدار وانا ما خصني والو. قالت لي دوز بيرمي. السيده بحال كتمتقل عليها بديك وصليني غير ما كانتش كتبغي تقول لي لا وصافي. المهم بقيت واحد المده وكملوا لي فلوسي. قال لي داك خونا بلي تيوجد غير رخصه باش غادي يبداو يبنيو. ملي قال لي شداتني الخلعه، حيت عارف بانه كاين تما واحد السيد مدفون بحال انا هو اللي قاتلو، وخايف نكون نسيت شي لعيبه ولا طاحت ليا شي حاجه، ولا حتى هي تكون طاحت ليها شي حاجه وما شفناهاش، غادي تضرب لينا هادشي كامل في الزيرو. بقات غادا ليام وخونا كيف ديما العراضات والقهاوي، وتيبقى يسولني على قرايتي وصحتي. خالتي بززت عليها باش تاخذ داك الصنيديق حيت غيكون ديال الوالده اختها. اصلا ما عندي ما ندير به، قلت لها بيعيه ولا لبسيه. كنت متاكد باللي غادي تبيعو حيت بقات داويه على الثمن شحال ساوي، ولكن ما قالتش ليا. داكشي علاش انا قلت لها غير خودي. نفس الحلم كل نهار. خفت غير نقولها لخالتي ولا شي واحد يصحاب لهم بانني حماقيت ولا عندي شي مشكل في الدماغ. هادشي علاش ما قلت حتى شي لعبه. كنمشي ليسي مره وكندوز الفروض. ديك البنت كتعطيني الدفاتر ديالها. خديت حتى البيرمي ديالي وغادي مكمل العام. كنتسنى يعيطوا لي يقولوا لي بلي لقاو شي واحد مدفون تما. كملت الامتحانات وكنت عارف راسي كحال هاد العام، ولكن بعد النجاح مضمون. غادي نتحول ليسي قريب وفيه ديك آية، وخا الا تجمعنا انا وياها كحالت. البنت عاشت انا وياها ديال بصح، مجموعين في لاصال وتقريبا ساكنه معانا، حيت كل نهار كنشوفها. كنتسناها غير تزعم وتنطق تقول لي شي حاجه. ما غاديش نقول لها انا راه كتعجبيني، وخا نبقاو هكا 100 عام اخرى. هكا مربي انا وما عندي حتى شي تجربه. حتى هي بدات كتزعم فيا وكتلوح ليا ميساجات زعما فهم راسك، وهي الله يعمرها دار ورجوله. حتى كنت صافي غادي ندوي معها، لقيت البنت كتسمع للشيخ نانو وسماتي. واش اخوتها ديال دير معها الوليدات؟ كيفاش غادي يخرج هاد الدري اللي فكر شمو وهي كتمزك النانو والسماتي؟ رجعتنا النقطه ديال البدايه فاش عرفتها. كتسمع لداك الشيء عرفت باللي ما تنعرف عليها والو. المهم ارتاح فتاح، شنو مزربنا نشوفوا بعدا واش غندخلوا للحبس ولا شنو غادي يوقع، حيت يحسب لي باللي هذا هو اخر مشكل مخليه ليا الوالد. ما على باليش السيد من نهار تزاديت وهو تيوجد ليا باش ما عمري نرتاح. كتبقى حاط العين على شي حاجه وكتسنى تقول ما نزربش حتى كيطير بها شي واحد من قدام عينيك. هادشي اللي وقع ليا مع ديك بنت الناس. بقيت تنقول من بعد العطله كلها وانا كنتسنى. شنو كنتسنى الله اعلم. حتى لواحد النهار في لاصال وهي تقول لي شفتي داك الولد اللي داير القب؟ عجبني. فاش قالتها لي المره الاولى قلت راه غير كضحك، وهي تبان لي بدات كتقرب لخونا. دخلات وبديك اللعبه ديال قرعه الماء شويه ديال الهضره، وانا تخلات يا ربي نكون غير كنحلم. واش انا يهودي؟ حتى خونا عنده واحد الهيت في شكال من داك النوع اللي لابد يدير شي لعيبه فوق راسو، يا كاسكيطه يا قبيه، وتيشوف غير في الارض ما تيحيدش ليكيت، تيخلعوك بحال هادو وصافي. حيدت انا من دماغي والحمد لله بعدا من اللي ما زربتش. كره تقمعت من عندها اكبر قمعه في التاريخ، اصلا موجود الصرف هي اللي ضيعتني. الخويله خلات لي الطوموبيل ديالها وخدات هي وحده اخرى، ما بغاش تاخذ من عندي حتى شي حاجه، قالت لي ديرها كادو. اصلا كنت باغي نبدلها بشي وحيده صغيره. المهم وليت غير كندور وكنمشي للدار ديال الوالد، كنشوف داك خوتنا فين وصلوا في الخدمه، تيبنيو فوق داك خونا اللي مدفون. سولت الجيران ونعتوا لي الدار ديال ديك المره اللي كانت مع الوالد، نعتوا لي الدار ديال اختها.
مشيت شفتها وشنو خاصها. انا شاك في الوالد تيبان ليا في نعاسي بسببها، زعما نكون مقصر من جهتها ولا شي حاجه. المهم ما بقى لها والو، غادي تولد واخيرا غادي تولي عندي اختي الاول واخر مره. خالتي لحد الساعه باقي ما فخبارهاش. العام قرب يبدا وما حامش ندخل لشي قسم وولفت الحريه. بديت كنجمع اوراق ديال باك ليبر مزيان، ربحوا داك العام ديال الجهوي، غادي نوجد ليه مزيان وغادي نشدو بشي نقطه زوينه. واخا خالتي عكست لي في الاول قالت لي قرا بحالك بحال الدراري، ولكن انا درت داكشي اللي في راسي. ديك بنت الناس بدلاتني، ما بقاش كتعيط لي نمشي معاها لاصال، هذه هي الخيانه. خليتها لقيت اللي عارفه غادي تدخل فيه لاصال. مشيت انا ديك الساعه، دخلت وشيرات لي بيديها باش نمشي عندهم، ضربت فيها ودرت بحال ما شفتهاش، هي بحال تقلقات واحد شويه. جابوها وخرجت معاه خدام وما على باليش، حتى جا عندي داك خونا اللي كانت معاه، كنت نتسناه غير يقول شي لعيبه ولا يلمح لي بلي كيعارني، غادي ندخل فيه طول وعرض. سلم عليا وكل كلمه تيقولها كيقول معاها خويا سلام عليا بالصواب. قلت ليه كي دايره ايه؟ قال لي هادشي علاش جيت ندوي معاك، راه البنت دايراني طريق باش تغير انت شويه وتزعم وتدوي معاها. زعما خويا راه قتلاتني بالهضره عليك، وليت كنعرف عليك كلشي قبل ما ندوي معاك. صراحه صدمني وحشمني، بقيت غير شابه في داك لاصال وكنقول ليه واش بصح؟ تيقول لي والله. واحد شويه عاوتاني كنعاود نسولو واش كدوي بصح ولا كتكذب، حتى ولا كيحلف ليا. بقيت داير لي حبوبه، قال لي شوف غدا غادي نقول لها سيري دوي معاه، غادي نزعمها وانت دوي ما تحشمش، عطيني النمره ديالك بزز باش تفك مني. كنت عارفه غير كضحك، واش غادي تخليني انا على ود هاد البهلول؟ واخا تكون عوره. لا غد لي جالس في الدار وهو يصيفط لي ميساج، قال لي راه دخلنا اجي. دخلت نفس الفيلم، هما في بلاصه وانا في واحد الكوان بعيد عليهم. داز واحد شويه الوقت وهي تم جايه قاصداني كما قال لي خونا، هو اللي صيفطها. درت انا بلي ما فراسي والو، سلمات عليا ورجعت ليها السلام. بقيت ساكت وهي تقول لي واش ما تقولش لي مبروك، راه غادي يجي يخطبني. واش كدير الكذوب؟ قلت لها مبروك، هي نوجدوا الكادو. بقات كتشوف فيا وانا نقول لها راه دوا معايا داك الدري وعاود لي كلشي، بركه من الكذوب. اهتد يا شيخه. من داك النهار رجعنا كيف ما كنا في الاول، زايد النغزه وصافي. خرجنا ليها طاي ولينا كنتسركلوا بزاف وكنخرجوا بزاف. واحد الوالد عندها كيدير فيا واحد شوفات ديال حداري. بدات القرايه وكان عندها حتى هي الباك داك العام، وتا انا حيت درت باك ليبر. قالت لي بقى تدخل معنا باش تفهم شويه وانا غادي نعاونك. المهم داكشي اللي وقع، هي كتوريني داكشي اللي قراو في الجهوي وغادي مزيان. غادي نسالي داك العجب في الاول ديال العام، وفي الاخر غادي نضرب طليله وصافي. الكريطينه مضمونه، وها العام هاني ربحتو. عيطات لي ديك خايتي اللي كانت مع الوليد وقالت لي باللي ولدات بنت. نعتات لي السبيطار اللي فيه وهزيت واحد سنسله من ديك الصناديقه. مشيت لعندها ولقيتها فوتوكوبي ديال عينيه، نخاف غير نبوسها نطير ليها شي حنك. ديجا شفت بزاف ديال الدراري الصغار، ولكن هادي راه زايده ناقصه في الصور. سولتهم واش طبيعي، قال لي الطبيب عادي، راه صحتها عاديه. سولت ديك المرا واش خاصها شي لعيبه ولا خصني نخلص، قالت لي هادشي علاش عيطت لك وبغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. ريحت حداها وقالت لي انت عارف كلشي تما عارفاني ما مزوجاش وما بغيتش ولادي يسمعوا شي حاجه خايبه بسببي. قلت لها اييه شنو الحل؟ قالت لي بلي اختي اللي كانت عندها ما كتولدش وباغيه تربيها وغادي تخليني نشوفها. في الاول ما بغيتش، ما عطاتنيش خاطري، ما عرفتي هاد اختها كيفاش دايره واش غادي تخليني نشوفها ولا لا. بقيت معكس معاها شويه حتى دخلت اختها، بقات كتحلف ليا بلي نقدر نشوفها في اي وقت بغيت، ما عمرها غادي تقول لي لا. وحتى لا بغيت مره غادي تخليها تدوز معايا شويه الوقت. دورتها في دماغي مزيان، ما بصح ما غاديش تقدر ديها معاها. وتانا قلت لديك السيده موافق، ولكن عير عندك تقلبي علينا وما نبقاوش نشوف اختي. بقات كتحلف ليا. مديت لك اختي ديك السلسله وانا نقول لها الا احتاجيتي شي حاجه عيطي ليا، هاكي ها النمره ديالي. عطيتها ديك السلسله وداك الشيء اللي هز معايا وانا خرج. رجعت للدار وخالتي كتسولني فين كنت، قلت لها غير في القهوه وصافي، ما عرفتش علاش. قالت لي راه قريب يوجد العشاء. قلت لها فيقيني فاش يوجد. دخلت للبيت ديالي وحطيت راسي، مازال كنشم ريحه ديال الدراري الصغار فيا. داني الناس ومعون نشوف الوالد، ولكن هاد المره شفتو بلاصه اخرى، واخيرا كون ما كنتش ناعس كون راني بكيت. هاد البلاصه ما عقلتش فين شفتها، ولكن بحال لا عارفه. حلمت بيه نزل هو على ركابيه وهي تجي تفيقني خالتي. يلا غادي نتنسب، الله ياخذ فيك الحق، علاش فيقتيني؟ قالت لي نوض تعشى، واش ما بغيتش تعشى؟ قلت لها لا ما بقاش عندي الخاطر، غير خليني نعس وصافي. حطيت راسي وما بغاش يديني النعاس حتى شربت اخر فانيده ليا من داك الدواء. عاودت الحلم من الاول، تحنا على الارض وبدا كيحفر حتى كتفيقني عاوتاني. نوض تفطر كنشوف فيها ويلي، راه يلا حطيت راسي
وراتني الساعه وبانت لي 9:30. بقى بالي مع داكشي اللي شفت النهار كامل وكنتسنى غير الليل باش نعاود نحلم. مشيت ناخذ داك الدواء من عند الفارماسيان وما بغاوش يعطيو ليا، حتى مشيت لعند السيد اللي شريته من عنده النهار الاول حتى الليسي القديم. خديت داك الدواء ورجعت فحالي للدار. النهار كامل وانا كنسول شحال في الساعه. خالتي قالت لي شنو كتسنى؟ قلت لها كنتسنى الليل. قالت لي علاش؟ قلت لها باغي نعس. قالت لي نعس دابا علاش غتسنى حتى الليل؟ قلت لها راه باغي نشوف. صافي خليني عليك. بقات نهار كامل وهي كتطلب فيا باش نرجع لعند داك الطبيب ديال الحماق، بزاف باش نساتني. داك النهار تا هو تجبد ديال بصح وما بغاش يكمل، ولكن عندي دواء. مشيت لاصال، رجعت تفرجت بواحد جوج افلام حتى ضربات ديك 8. كليت بالزربه ودخلت وسديت عليا من الداخل باش ما تفيقنيش. نعست ونفس الحلم بقيت يحفر في نفس البلاصه حتى فقت في الصباح. كاينين جوج ديال الاحتمالات، يا انا بصح هرب ليا الفريخ ولا كاينه شي حاجه تما. لبست حوايجي ونزلت ديماري الطوموبيل وهزيت معايا البالا. العجيب في الامر انني تنعرف ديك البلاصه منين الله اعلم. المهم عارف الطريق، واش داني ليها الوالد فاش كنت باقي صغير الله اعلم. وصلت ديك البلاصه وكانت خاويه فيها شويه ديال الشجر. جبت ديك البلاصه وغادي كنتسركل حتى لقيت ديك البلاصه اللي بالي فيها الوالد تماما في الحلم. درني راسي وقلت شنو غادي يكون هنا. بديت كنضرب بديك البالا وديك الارض كانت قاصحه بزاف باش وصلت واحد للتراب رطب. الحفره كبرات وما كاين والو، يمكن بصح طاريه الفريخ. ديك الساعه وقف عليا واحد الراجل كان سارح شي غنم. كنت غادي نموت بالغلا. قال لي علاش كتقلب؟ قلت ليه والو، غير كندير شويه سبور وصافي. قال لي على الرياضه عندكم بالبالا؟ بقيت داير ليه خاطرو بصح من هنا ومن ليه حتى مشى فحالو. يلا غادي نطلع ويا تخشى ليا رجلي في واحد الحفره. كنشوف كيبان لي عود مهرس ورجلي داخله وسطو. ترى صندوق هذا. جريت رجلي وشفت على اليمين على اليسار ما كاين حتى شي واحد. خشيت يدي لقيت الذهب بحال داكشي اللي لقينا في الصناديقه، ولكن هاد المره هادي بزاف. صندوق تهرس وبزز باش جبدته. خليت ديك البلاط تما وطياره وحده للطوموبيل. ضربت داك الصندوق في الكوفر وغادي طياره للدار. داكشي الا شافته الخويله غادي يسكت ليا القلب. ولكن دابا غنشوفوا شكون اللي حمق، واش انا ولا هي. دايز من حدا واحد البراج ديال البوليس وهو ينعت لي بيدو باش نوقف. شداتني واحد خال عوجه لعندي، سلم عليا، مديت ليه الوراق البيرمي كلشي هو هذاك. قال لي نزل حل لي الكوفر. ديك الساعه قلبي كان غادي يسكت، مازال ما فرحتش بهم. شنو غادي ندير وشنو غادي نقول ليه؟ لقيتهم في الطريق، انا سروالي كله عامر تراب. اصلا الخويله عندها معارف، ولكن الجماعه فكني من هاد الحصله. مهم الاخوان، هذه كانت هي الحلقه الثالثه، ومازال ان شاء الله حلاقين اللي يكونوا فيهم بزاف ديال الاحداث مشوقه. خليكم معنا وبغينا التفاعل ديالكم الماكس باش حنا نتحفزوا ونلوحوا الجديد في اقرب وقت. خليناكم على خير.